أمريكا هو مفيش حاجة اسمها استفادة دايركت، يعني هو في حاجة اسمها أمريكا دي منظومة معقدة جدا، مش مجرد دولة الشعب فيها بيتخذ القرارات وبالتالي هي بتتنفذ. لا، أو الشعب ليه سيطرة مباشرة على الحكومة. هي في انتخابات وكل حاجة، بس أمريكا النظام بتاعها معقد للغاية، في أطراف كتيرة جدا بتتحكم فيه. احنا مش ممكن نقول ان امريكا نفسها بتستفاد، لان مفيش دولة بحد ذاتها بتستفاد يعني من الحرب. في ناس بتتظلم كتير. امريكا ممكن بتبسط نفوذها في بعض الاوقات بالحروب او بان هي تفرض ارادتها على الدول، ولكن بشكل نهائي وكلي لا، هي امريكا مش بتستفاد من الحروب. هو اللي بيستفاد من الحروب المجمع العسكري الامريكي. طرف ثالث ليه مصلحة ان الحروب دي تقوم، زي اسرائيل مثلا في الشرق الاوسط. انما بشكل مباشر لا. هو لو هنقول ان امريكا دي الشعب الامريكي، فالشعب الامريكي مش بيستفاد من الحروب. امريكا كدولة ومنظومة هي جزئيا ممكن تمثل مصالح الشعب الامريكي، بس في جزء تاني منها مظلم بيمثل مصالح جماعات الضغط والشركات الامريكية. يعني انا النهاردة ممكن اقوم حرب كاملة لمجرد ان انا شركة سلاح ضغطت على ممثلين الكونجرس الامريكي اللي هم ممثلين الشعب ان هم يوافقوا على حرب ما، عشان يزودوا انتاجهم، عشان يزودوا الربح بتاعهم، عشان السهم بتاعهم يطلع في البورصة، عشان يبقى عندهم اوردرات لحد سنة 2030 متراكمة على بعضها. فهنا في جزء من منظومة الدولة الأمريكية بيستفاد، بس مش بمعنى كده ان الشعب الأمريكي بيستفاد. اللي بيخدم أمريكا فعليا في قوتها العسكرية هي هيبتها. بمعنى النهاردة أمريكا بسبب قوتها العسكرية وهيبتها والمنظور اللي في دول كتيرة جدا بتبص لأمريكا بيه، هي بتقدر تستفاد اقتصاديا، بس مش لو اتدخلت تدخل عسكري مباشر وقوي. يعني في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي مع إيران، هي أمريكا بتخسر من هيبتها، وبتخسر من صورتها، وبتخسر من فلوسها، وبتخسر من أفرادها، بتخسر من جوانب كتير جدا. ولكن في بعض الأحيان التانية أمريكا بتكسب من قوتها العسكرية، بس طول ما هي بتستخدمه بطريقة صح. يعني على سبيل المثال أمريكا حاطة قواعد عسكرية في دول كتير، وده بيديها نفوذ، زي كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية طبعا شركة هايسنس، شركة سامسونج من أكبر الشركات العالمية اللي تتحكم في إنتاج الشبات اللي بتخش في كل موبايل، التكنولوجي. نفس الكلام في اليابان، عندها قواعد عسكرية، قاعدة صناعية كبيرة جدا اليابان، تويوتا ومتسوبيشي هوندا. فطبعا شركات عملاقة شغالة في اليابان. ده غير ان هو اقتصاد قوي جدا. القاعدة العسكرية في أوروبا، حلف الناتو، طبعا ده بيديلها تأثير على القرار الأوروبي. فرنسا، ألمانيا، بريطانيا. طبعا حلف الناتو بيدي أمريكا نفوذ خزعبلي. طيب دي القوة العسكرية لأمريكا، إن هي بتعمل معادلة. إيه المعادلة ديت؟ أنا هقدم لك الأمان، هبقى الضابط بتاعك، ضابط الشرطة بتاعك، هحميك، في مقابل ان انت تديني امتيازات في صنع القرار بتاعك، تدي وصول اقوى للشركات بتاعتي واحسن وافضلية في التجارة وفي حاجات كتير، وتخلي اهم حاجة على الاطلاق عملتي هي اهم عملة في العالم. امريكا قوتها الحقيقية في الدولار. كل حاجة امريكا بتعملها هي من غير هيمنة الدولار ولا حاجة. امريكا النهاردة الحرب العسكرية قلنا ما بتخدمهاش بشكل مباشر، الا لو هي حققت فيها انتصار ساحق باين ان هي قوة عظمى. يعني امريكا مش بتاعت الحروب الطويلة، مش بتاعت الغرز. امريكا لما غرزت في افغانستان وفي العراق خسرت تريليونات الدولارات والاف الجنود والاف المعدات، وخرجت مديونة. قوة النقطة اللي بتدي امريكا دلوقتي قوة رهيبة هو حاجة اسمها البترو دولار. امريكا عندها اتفاقية مع دول الخليج ان هم ما بيبيعوش البترول غير بالدولار. البترول هو يعتبر اهم سلعة في العالم على الاطلاق، هو اكشلي اهم سلعة، هو الطاقة بتاعت العالم. فبالتالي كل الدول بتحتاج دولار عشان تشتري بترول. أمريكا اللي بتقدمه في المقابل هو الحماية، وإن هما بيرجعوا يقدروا يستثمروا الدولار ده في أمريكا تاني، دول الخليج، فبالتالي بيرجع لهم عائد تاني إكسترا، فالفلوس بتزيد وبيبقى فيه رفاهية للمواطنين، فكله مرضي. بيحصل مشكلة في المعادلة دي لما تتدخل إسرائيل، لأن إسرائيل مصالحها مش بتتطابق مع دول الخليج. إسرائيل من مصلحتها إن هي تبقى قوة مهيمنة في الشرق الأوسط. النهاردة إيران بقت قوية، إسرائيل لازم تكسرها وتقصقص ريشها. من فترة قال نتنياهو إن في محور سني
راديكالي بيتكون، يعني محور سني اكستريم متطرف. هو قصده على مصر، السعودية، تركيا، وباكستان. كان قصده على الأربع دول دول، لأن الدول دي ما بقاش في بينها الخلاف اللي كان موجود من سنين فاتت. بقى في تقارب عسكري، تقارب اقتصادي، تقارب تقني، تقارب بين القيادات في الدول. فبالتالي ابتدت تشوف ده تهديد. ده التهديد اللي جاي بعد إيران. بعد ما يدمر إيران هيبقى في تهديد سني اللي هو إحنا. هيبتدي يبص بقى، يتفرغ لينا، شوف مين العدو دلوقتي. هيبتدي يخلق من الدول ديت عدو ليه. إسرائيل دولة صغيرة جدا، ما عندهاش عمق استراتيجي مش زي مصر ولا تركيا ولا السعودية. الدول بتاعتنا ولا باكستان، الدول بتاعتنا شاسعة. الدول بتاعتنا عدد السكان فيها كبير جدا، طبعا كومبيرتو إسرائيل كبير جدا جدا جدا، أكتر من 350 مليون نسمة ممكن. إسرائيل شاكب راكب كلها على بعضيها، ما أعتقدش إن هي تكمل 30 مليون نسمة يعني، أو 20 مليون نسمة، حاجة زي كده، ممكن أقل كمان. بلس إن مساحة إسرائيل صغيرة جدا، فإسرائيل ما عندهاش مساحة للمناورة، ما عندهاش مساحة إن هي ترجع خطوة لورا. إسرائيل دايما عندها استراتيجية إن هي لازم تنقل الحرب لأرضك، لأن مفيش حتة في أرضه لو هو حاربك يرجع ليها. أنت ممكن ترجع لورا شوية، بس هو ما عندوش. فبالتالي إسرائيل عندها دايما كونسبت إن هو لازم يكون القوة الأكبر في معادلة الردع. لو النهاردة في دول موجودة حواليا، بس الدول دي مفككة وضعيفة، وهو قوي، هو بالنسبة له ده أفضل سيناريو. ما ينفعش إن دولة زي مصر بعددها السكاني وبجيشها تتحد مع دولة زي تركيا بالتكنولوجيا اللي هي بقت تملكها من طائرات مسيرة، طائرات برقدار، بتعمل طيارة من الجيل السادس. القوة التكنولوجية ديت مع الفاينانس أو الفندنج بتاع السعودية، طبعا السعودية دولة غنية، مع القنبلة النووية أو السلاح النووي اللي عند باكستان. فأنت هنا عندك 4 دول عندهم كل حاجة. قبل كده كان في خلافات بين مصر وتركيا، دلوقتي اتحلت. كان في شوية تذبذبات بيحاولوا يخلقوها في السوشيال ميديا بين مصر والسعودية، لا مش موجودة. قيادة البلدين أذكى بكتير إن هم يقعوا في حاجة زي كده. السعودية علاقتها قوية جدا بباكستان، ده مخلي إن ال4 دول دول لما تركيا تتقارب مع السعودية ومصر اللي هي كانت قبل كده في عداوة معاهم، ومعاهم باكستان، بقت المنظومة ديت متكاملة وبتشكل تهديد وجودي لإسرائيل. إسرائيل ما ينفعش تسمح بوجودها، ده من وجهة نظرهم. فعشان كده بيتكلموا إن إحنا اللي بعد كده. في حاجات مش واضحة لإعلامنا أو إحنا مش بنشوفها. الناس دي بتكون صادقة جدا مع بعضيها، الناس دي بتقول كلام مباشر جدا لما يكونوا في مؤتمرات مع بعضيهم، في الصحافة بتاعتهم. الناس دي عادلة جدا. اليهود دول أو في إسرائيل عموما هم عادلين جدا في التعامل مع بعضهم، في محاسبة بعضهم، ولكن هم ما عندهمش نفس المبدأ في التعامل معنا. يعني إسرائيل دلوقتي عندها قضية فساد تخص نتنياهو، إن هو بياخد رشاوي، هي فضيحة فساد بيحاكموه فيها، بس ده رئيس مجلس الوزراء، يعني يعتبر أقوى شخص فعليا في إسرائيل. مع ذلك في محاكمات شغالة ليه، لأن هم ما عندهمش حتة إن الفساد يعدي بينهم وبين بعضيهم. فلما يجوا يتكلموا على حاجات ليها علاقة بأمنهم، هم بيتكلموا بكل صراحة. لسه وزير الدفاع الإسرائيلي من كام يوم قايل الجيش الإسرائيلي معرض للانهيار. معرض للانهيار ليه؟ لأن هو بيحارب على كام جبهة؟ بيحارب على جبهة إيران دلوقتي، وبيحارب على جبهة لبنان دلوقتي. الحوثيين في اليمن دخلوا الحرب، وهو اوريدي منظومة الدفاع الجوي بتاعته منهكة. الصواريخ الاعتراضية اللي هو بيستخدمها عشان يعترض الصواريخ الإيرانية مستنفذة. معنى كده إن كل ما إيران هتضرب في عدد أكبر من الصواريخ هيعدي ويوصل للأراضي الإسرائيلية، الأراضي المحتلة. فإحنا إيه اللي إحنا بنقوله النهاردة؟ نقول إن لأ، هو إسرائيل كده كده لازم تخلق عدو ليها، لأن هم لما يخلقوا عدو، هم كده كده اليهود دايما أو الصهاينة متفرقين ومشددين. لازم في كل مرحلة يكون في عدو مشترك عشان يجمعهم. لو مفيش عدو يتفرقوا ويتخانقوا. طيب مين العدو المشترك دلوقتي اللي موجود؟ إيران. مين العدو المشترك اللي موجود بعده؟ محور السني، مصر، تركيا، السعودية، باكستان. طيب هل ده دايما بيتماشى مع مصالح أمريكا؟ لأ، في أغلب الأوقات لأ. نرجع للنقطة الأساسية، هل الحرب مفيدة لأمريكا؟ هي مش مفيدة لأمريكا. أمريكا بتستخدم الحرب كنوع من فرض السيطرة. بمعنى أنا بلطجي عايز يبقى عندي إتاوة، طب هعمل إيه عشان تبقى عندي الإتاوة ديت؟
هافرد عضلاتي، هانفش عضلاتي. طب لو انا فشت عضلاتي واتضربت، اللي بيدفع لي إتاوة هيبطل يدفع لي إتاوة. لو انا ما نفشتش عضلاتي مش هيدفع لي إتاوة. فالفكرة في الردع الامريكي ان هو ينفش عضلاته بس من غير ما يخش خناقة. لما يحتم عليه او اسرائيل، نفترض ان هي واحد بلطجي متجوز واحدة شلق زي ما نقول كده بالبلدي، والشلق دي هي اسرائيل، تمام؟ هي بتحركه يمين وشمال، بس هو بلطجي نفخ. فلما يخش خناقة حقيقي ويتضرب، الناس اللي تدفع له إتاوة هتبطل تدفع له إتاوة. ده هنا اللي بيجيبنا لدول الخليج. دول الخليج عندها حاجة اسمها بترو دولار، زي ما قلنا بتبيع البترول بالدولار. طب لو دول الخليج بطلت تبيع بترول بالدولار، الدولار هينهار. لو الدولار انهار، كل المنظومة الأمريكية في العالم هتنهار، هتبقى كارثة مدمرة على أمريكا. ليه بقى؟ لأن أمريكا مديونة بالدولار. أمريكا النهاردة الدين بتاعها بيقترب من 40 تريليون دولار. تريليون. للمقارنة، تقريبا دين مصر كله 150 مليار دولار. التريليون ألف مليار دولار. فأنت بتتكلم على almost 40 ألف مليار دولار. ده دين أمريكا. دين مصر 150. أمريكا مديونة لمين؟ أمريكا مديونة لناس كتير، منها مجموعة من الدول زي اليابان، زي بريطانيا، زي الصين. بيشتروا حاجة اسمها السندات الأمريكية. يعني دي المفروض إن السندات دي بتصدرها الحكومة الأمريكية. ده صك بيبقى مدته مثلا سنة، 5 سنين، 10 سنين، أيا ما كان، بتشتريه ويبقى ليه فايدة تدفع لك. فأمريكا بتصدر الصك ده. أنت النهاردة كشخص معاك $1000 أمريكي، بتروح تشتري الصك ده، تدي الحكومة الأمريكية $1000 بتسلفها، ومثلا الحكومة الأمريكية بتدي لك مثلا 5% فايدة. 5% فايدة. فأنت مثلا بتاخد على $1000 $50 فور اكزامبل. يعني ده مثال توضيح الأمور. أمريكا كل سنة عندها عجز في الميزانية بتاعتها. يعني أمريكا المصروفات عندها أعلى بكتير من الإيرادات. فكل سنة بتستلف، كل سنة بتستلف. الفوائد بتاعت السنة دي بتعلى عن السنة اللي قبلها، والسنة الجاية الفايدة بتعلى، والسنة اللي بعدها الفايدة بتعلى، لأن أنت الدين بتاعك بيكبر. فأنت الدين بتاعك لما تيجي توصل ل40 تريليون دولار، 40 ألف مليار دولار، فايدة المبلغ ده كبيرة، قربت توصل لتريليون دولار في السنة. تريليون دولار ده يعني الناتج، يعني لك أن تتخيل إن تريليون دولار ده هو تقريبا ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي لدولة. يعني كل اللي بتنتجه الدولة زي السعودية، زي كل اللي بتنتجه دولة زي تركيا. لك أن تتخيل إن ده اللي بتنتجه مصر في تقريبا 3 سنين أو 2.5 سنين. كل اللي احنا بنعمله في البلد بننتجه، أمريكا بتدفعه كفايدة. هي ما سدتش أصل دين، بتدفعه كفايدة للدين بتاعها في سنة تريليون دولار. طب إيه اللي هيحصل لو اتفك البترول عن الدولار؟ هيبتدي يقع الدولار، لأن ما بقاش في ناس كتيرة عايزة تبدل العملة المحلية بتاعتها بالدولار. بالتالي انت النهاردة معظم الاحتياط العالمي عند الدول موجود بالدولار. لو دول الخليج فكت ارتباط البترول بالدولار، ابتدت تبيع بترول بعملة تانية غير الدولار، هي حرفيا بتدي حكم بالإعدام للاقتصاد الأمريكي، بتدمر الاقتصاد الأمريكي. أمريكا مش هتقدر تطبع دولارات تاني عشان تسدد دينها. مش هتقدر. مش هيبقى عندها مفر. لما الديانة يجوا يطالبوها بالفلوس بتاعتهم، هيحصل انهيار في الأسواق الأمريكية. أنا النهاردة العملة بتاعتي مبقتش مطلوبة كعملة احتياطية. أهم سلعة في العالم الناس كلها بتروح تشتريها بالدولار، أنا ممكن أروح أشتري بالين الياباني، أشتري باليورو، أشتري بالجنيه الاسترليني، أشتري بأي عملة تانية، أشتري بالروبل الروسي. فالعملات التانية لو حلت محل الدولار، أمريكا مش هتقدر تستلف على حس الدول التانية. أمريكا دلوقتي عايشة، هي دولة استهلاكية بدرجة أولى. إنتاج الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي بقى قائم على الصناعات الخدمية. يعني حاجات زي التكنولوجيا، السيرفيسز، بانكينج، الكلام ده كله. إنما الحاجات اللي بيتم إنتاجها فعليا، السلع اللي ليها قيمة فعلية فيزيكلي كده على إيدك، هي الدول اللي بتنتج زي العربيات: اليابان، كوريا الجنوبية، الدول الأوروبية، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا. الصناعات الأمريكية مش قوية. بتيجي النهاردة تبص لصناعة السفن، الصين بتكتسح صناعات السفن. هي الدولة الأولى عالمية في عدد أحواض السفن، ممكن تنتج أحواض السفن. الصين هي أكبر دولة بتنتج عربيات كهرباء النهاردة. الصين هي أكبر دولة بتنتج موبايلات. الصين هي أكتر دولة بتعمل ابتكارات في الأسلحة. كل عرض عسكري سنوي بيكشفوا عن أسلحة أقوى وأقوى من السنة اللي قبلها. في كل أسبكت تقريبا الصين بتتفوق على أمريكا، إلا أسبكت ال AI
التكنولوجيا، الحتة اللي هي أمريكا لسه متقدمة شوية على الصين، ما كانتش الصين دلوقتي جابتها، والصين والأمريكا بتحاول تمنع الصين إن هي توصل لها. غير كده تقريبا الصين هي ليها اليد العليا في كل حاجة تانية. ممكن القوة العسكرية لسه أمريكا تغلب الصين، أقوى من الصين، ولكن الصين سرعة تطورها رهيبة. النهاردة اللي بيحمي الهيمنة العسكرية الأمريكية ديت هو الدولار الأمريكي، اللي بيخلي أمريكا قادرة تنتشر في كل قواعدها الأمريكية، كل قواعدها حوالين العالم، وقادرة إن هي يكون عندها القدرة المالية إن هي تدي مرتبات الجنود دي كلها اللي منتشرين في كل القواعد الأمريكية دي، وتصرف على كل الريسيرش اند ديفلوبمنت دوت، على الأسلحة بتاعتها، تصرف على أسطول الطيارات الخزعبلي اللي عندها، وتصرف على أكتر تقريبا 11 حاملة طيارات اللي هي سفن عايمة بمجموعاتهم الضاربة اللي هي بتتكون من سفن مرافقة وفرطاقات وغواصات. والمنظومة اللي مسيطرة على الكوكب دلوقتي هو حاجة واحدة بس، الدولار ده لو ما بقاش أمريكا بتصرف أكتر بكتير، لأن مفيش دولة في الكوكب قادرة على تحمل ميزانية عسكرية زي أمريكا. أمريكا النهاردة بتصرف، عايزة تحط في ميزانيتها زي ما ترامب قال يعني تريليون دولار ميزانية عسكرية. طيب مفيش أي دولة في العالم تقدر تتحمل ميزانية زي دي، حتى أمريكا بتعمل إيه عشان تقدر تحافظ على الصرف بتاعها؟ بكل بساطة بتصدر سندات، السندات بتبيع السندات ديت، بتاخد الفلوس، بتستلف، بتروح تصرف على الجيش بتاعها، بتطبع الدولار، تطبع 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 تطبع. طب الدولة الوحيدة ما يحصلش عندها أي دولة في الكوكب لو فضلت تطبع عملتها المحلية بيحصل تضخم. التضخم ده يعني أنت النهاردة عندك وفرة قوي في الفلوس. النهاردة مصر البنك المركزي المصري ما ينفعش يفضل يطبع جنيهات زي ما يحب عشان يسد ديونه. ليه؟ لسببين. أول حاجة إن ديونه مش مقومة بالجنيه، فهو بكل بساطة الدائن لما يجي يقول للحكومة المصرية أنا عايز فلوسي، لا، هي أكشلي الدولة لازم توفر الدولار لأن كل الديانة في الدول العالم أنا عايز دولار، أنا عايز فلوسي دولار، أسهل عملة أنا ممكن أعمل بيها ترانزاكشنز بتاعتي، فالحكومة المصرية لازم تجيب دولار. فده أول شق. تاني شق إن الحكومة المصرية أصلا لو طبعت فلوس جنيهات زيادة عن احتياج السوق هيحصل تضخم. الحاجة ب 10 جنيه تبقى ب 20 جنيه، ب 30 جنيه، ب 40 جنيه، فلوس وفرة المعروض منها هيخلق تضخم بيخلي أسعار الحاجة باهظة جدا، وهيخلي قيمة الجنيه واقعة. فده مش حل. ولكن مع أمريكا الاستثناء الوحيد، الدولة الوحيدة اللي ده الاستثناء بتاعها، ممكن تطبع دولار زي ما هي عايزة، لأن هي مش بتتعامل في أرضها بس على الدولار، هي بتتعامل على أرضها وعلى أراضي الدول كلها بالدولار. طب في ميزة تانية للدولار لأمريكا، أمريكا ممكن تعاقب أي حد بالدولار. كل التحويلات اللي بتتم تقريبا بتتم عن طريق نظام اسمه سويفت العالمي. النظام دوت الحكومة الأمريكية بتعرف من خلاله كل التحويلات تمت منين لفين. يعني انت النهاردة مثلا دولة زي إيران هي معاقبة لو جيت انت النهاردة تستخدم فلوس عشان تحول لإيران، تستخدم الدولار عشان تحول لإيران فلوس لبنوك إيران، أمريكا هتعرف تحولت لها كام والإيه. متحكمين في النظام الدولي لتحويل الفلوس، بيعرفوا كل حاجة عنه، بيعرفوا ترانزاكشنز، المعاملات اللي بالدولار كلها، بالتالي بيقدروا يحكموا على الشركات اللي بتتعامل مع أي حد بالدولار بعقوبة. فالشركات كلها بتخاف من أمريكا، فدي تاني بوينت تدي قوة لأمريكا. فنرجع بقى للسؤال الأولاني، هو الحروب بتخدم أمريكا أو الشعب الأمريكي؟ لا، أمريكا اللي بيخدمها قوتها العسكرية، اللي بتدي انطباع للدول إن هي لا تقهر. لو اتحطت في اختبار حقيقي زي حرب فيتنام مثلا، حرب أفغانستان، حرب العراق، والقوة ديت اتهزمت، الدول التانية الأصغر منها بكتير، صورة أمريكا بتتهز. إيه الخوف دلوقتي من حرب إيران بالنسبة للأمريكيين ولترامب؟ لأن مش من مصلحة أمريكا إن هي كانت تخش الحرب دي أصلا. أمريكا كان عندها قوة في التفاوض أكتر بكتير من دلوقتي قبل ما تخش الحرب مع إيران. دلوقتي ترامب بيطلع يقول إحنا أقوياء جدا، إحنا مسيطرين على السماء بتاعة إيران، ولكن هو على أرض الواقع هو ما يقدرش يضرب حقول النفط الإيرانية، مش قادر يفتح مضيق هرمز عشان السفن تعدي منه، عشان أسعار البترول اللي مولعة عنده في البلد. ثقة حلفائه اتهزت فيه لأن في ضرب حصل في البلاد الخليجية. المنظومة الأمنية القائمة من عقود اللي بتضمن فيها أمريكا الأمن الخليجي اتهزت بشكل كبير جدا، إن ما كانش هيكون ليها تبعات خزعبلية. فبالتالي منظومة أو اللي حاصل دلوقتي دوت هو إن أمريكا في موقف أضعف بكتير بسبب حربها. هو ده ما بيخدمش الشعب الأمريكي، هو ده بيخدم مصالح صقور الحرب الأمريكية ومجمع العسكري الأمريكي واللوب الصهيوني بس. اللي بيخدم أمريكا فعلا إن هي كانت تحافظ على وجودها في المنطقة،
تحافظ على البترودولار. أنا دلوقتي من مطالب إيران إن هي أمريكا تطلع تسيب القواعد بتاعتها. أنا ما أعتقدش إن ده ممكن يحصل، لأن لو أمريكا خرجت وسابت القواعد بتاعتها في الشرق الأوسط ده هيبقى انهزام تاريخي لأمريكا. ممكن فعلا ساعتها الدول الخليجية تفكر إن هي تلغي ارتباط الدولار بالبترول، وساعتها تبقى كارثة اقتصادية لأمريكا بكل المقاييس. أمريكا مش هتعرف تستخدم الدولار تاني كسلاح عشان تخلي جيشها دايما واقف على حيله وصلب طوله، الفلوس اللي بتصرف عليه. دول الخليج مفيش حاجة في إيديها في الوقت الحالي إن هي تعمله، لأن دول الخليج زي الدول الأوروبية ده مش يعني دي حاجة اتخلقت على مدار سنين. تمام، هو دول الخليج مؤخرا بتحاول تستثمر في القدرة الدفاعية بتاعتها، ولكن على مدار السنين إيران عندها منظومة صواريخ قوية جدا وبتؤثر على الأمن القومي الخليجي. زيها زي أوروبا، الدول الخليجية ابتدت تستثمر مؤخرا في قدراتها العسكرية. اللي كان بيوفر الحماية قبل كده لدول الخليج أو المساعدة العسكرية، لو مش هنقول الحماية، المساعدة العسكرية، هي كانت أمريكا. بالتالي خروج أمريكا دلوقتي بشكل فوري من الدول الخليجية هيعمل مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لدول الخليج، لأن ما ينفعش إن أنت تبقى متعود على حاجة وتنسحب فجأة. لازم الانسحاب ده يكون تدريجي، لازم يكون بالعقل. يعني أنت حتى لو دول الخليج دلوقتي ابتدى يكون عندها الاعتقاد الراسخ إن منظومة الأمن العربي، مصر، بقية الدول العربية، ومنظومة الأمن الإسلامي كتركيا وكازاخستان هم أبقى وأحسن 100 مرة من الدول الغربية، مع ذلك مش هينفع إن دول الخليج تنسحب من المنظومة الأمنية الأمريكية والقواعد دي تطردها في ثانية، لأن هي بتوفر برضو جزء معتبر من الدفاع اللي معتمد عليه دول الخليج. لازم الانسحاب من المنظومة دي يكون تدريجي عشان ما يحصلش صدمة أو يحصل فجوة في الدفاع اللي دول الخليج كانت معتمدة عليه. ده كمان بلس إن في حاجة تانية، إن كل منظومات التسليح اللي معتمد عليها دول الخليج هي غربية، منظومات أمريكية ومنظومات غربية، عشان تبدل المنظومة الغربية دي بمنظومة تانية شرقية زي الروسية أو الصينية. الموضوع معقد جدا وصعب جدا، لأن أنت بتبني بنية تحتية عسكرية تقدر تخدم المنظومة دي أو المنظومة دي. أنا مينفعش النهاردة أبقى بجيب كل سلاحي من أمريكا وفي ثانية أقول لأمريكا أنا هقطع كل علاقاتي معاكي هتقطع عنك قطاع الغيار، هتقطع عنك السلاح، فبالتالي هتحس أنت متعري. فالحل لحاجة زي كده بيكون الانسحاب التدريجي وتنويع مصادر السلاح زي ما مصر عملت. مصر قبل كده يعني 2013 و 2011 كانت بتعتمد على منظومة دفاع أمريكية في المقام الأول بشكل أسطول الجو. عندك طيارات F-16، أسطول الدبابات، طيارات إبرامز، كتير أوي من الفرقاطات اللي هي القوات البحرية كانت تسليح أمريكي. فأنت عندك منظومة سلاح، أو أنت لو قلت منظومة السلاح البرية والجوية دول لوحدهم كفاية. منظومة السلاح الجوية يعني أنت أي حد فوق السماء، منظومة الدفاع البرية أي حد على الأرض. السماء والأرض الاتنين بتوعك في أمريكا، فبالتالي أنت مقيد جدا ومعتمد على المعونة العسكرية الأمريكية. لا، اللي حصل بعد كده إن إحنا عندنا مشاكل داخلية، بس إحنا بنستثمر في تنويع مصادر أسلحتنا عشان ما تبقاش أنت تحت رحمة حد، زي ما الكيس دي حصل دلوقتي الناحية التانية في دول الخليج. أنت النهاردة لا، أنت عندك الطيارة الرافال الفرنسية، عندك السفينة مسترال الفرنسية، عندك الغواصة الدولفين الألمانية، عندك الطيارة الميج الروسية. في كلام إن في مفاوضات بتحصل مع الصين عشان تشتري منها طيارات جي 35 اللي هي ما توازي الطيارة الشبحية F-35، لأن أمريكا منع عنك الطيارة F-35. فالحل إن أنت تنسحب بالراحة وتنوع منظومة الأسلحة بتاعتك، مش إن أنت تعمل بشكل مفاجئي اطرد الجنود الأمريكيين، اطرد القواعد الأمريكية، اطرد الكلام ده كله. كل حاجة وليها حاجة. فمش اوبشن بالنسبة لدول الخليج مع الأسف دلوقتي، لأن هم تو ديبندنت على السلاح الأمريكي، وده واقع. ده واقع مش حاجة تعبهم. ما احنا في مصر احنا كنا كده برضه، بس احنا نوعنا السلاح، اكتشفنا حاجة زي كده، لأن ممكن التركيز على مصر أكتر من دول الخليج، لأن أمريكا بتحط أمن إسرائيل في قانون في أمريكا بيقول إن أمن إسرائيل هو في المقام الأول. يعني أنت ما ينفعش النهارده تبيع سلاح يدي أي تفوق نوعي لأي دولة على إسرائيل في المنطقة. هقول لك حاجة غريبة جدا، أمريكا المفروض إن أقرب الحلفاء ليها هي بريطانيا، معروف من زمان أمريكا وبريطانيا في أي حاجة مع بعض. أمريكا في حاجة اسمها كود المصدر أو كود الشفرة بتاع طيارة F-35 اللي هي أحدث طيارة في الأسطول الأمريكي، طيارة الشبح.
زي ما بنقول F-35. الطيارة دي بتقدر تتخفى من الرادار، بتبقى تقريبا البصمة الرادارية بتاعتها قد تقريبا أصغر من كرة الجولف، قد كده اهو، فالرادار ما بيشوفهاش يعتبر، هي متخفية. في حاجة إن أنت الطيارة ديت قوتها الحقيقية، بجانب طبعا إن هي طيارة ما بتظهرش في الرادار، إن هي عندها منظومة متكاملة تقدر تخلي الطيار بالذكاء الصناعي يتعرف على البيئة اللي حواليه، يضرب الهدف ما وراء مستوى الرؤية. لو هو عنده صواريخ بتضرب ما وراء مستوى الرؤية، في منظومة بتسلم الطيارات بتتكلم مع بعضيها. يعني أنا الطيارة بتاعتي اكتشفت إن هنا في رادار، اكتشفت إن هنا في صاروخ، بتقول للطيارة التانية اللي في 35 إن هنا في رادار وهنا في صاروخ، يبتدي الذكاء الصناعي يدي اختيارات للطيار ويتعامل مع الموقف في طريقة لحظية. ده برنامج أمريكا اللي بتنزل له أبديت. لو البرنامج ده بقى اوت ديتد، أمريكا اللي بتأبديت الطيارات اللي عند الحلفاء بتوعها كلها في أوروبا، في أستراليا، في أي دولة أمريكا بتبيع لها. الدولة الوحيدة في الكوكب كله اللي أمريكا فكت الشفرة دي وبعت لها الطيارات تقدر تعدل فيها زي ما هي عايزة هي إسرائيل. طيارة F-35 تقريبا اسمها الموديفيكيشن اسمه أدير. الطيارة دي هي الطيارة الوحيدة في العالم F-35 اللي تقدر الدولة اللي شارياها من أمريكا تعدل في البرمجة بتاعتها. مفيش أي دولة على وجه الأرض بتعمل كده. منظومة التسليح كلها اللي بتتباع من أمريكا لأي دولة في العالم، مش لدول الخليج بس، بتبقى محكومة بسيستم. يعني إيه؟ يعني أنا ببيع لك حاجة فيزيكال في إيدك بس بلايسنس، برخصة. طول ما أنت ملتزم معايا، طول ما أنت كويس معايا، أنا هخلي لك الرخصة دي أكتف وشغالة. لو أنت حاولت تلعب بديلك أو يبقى عندك أو تعمل حاجة، أنا هقفل لك الرخصة دي وهبوظ لك السلاح اللي أنا بايعه لك. فدي منظومة السلاح الأمريكي. فما ينفعش دول الخليج بكل بساطة تقول لا معلش مفيش مشكلة، تعالى نودي كل الجنود الأمريكيين نطردهم كلهم مرة واحدة ونشيلهم كلهم مرة واحدة. لازم يتعاملوا بحكمة مع الموضوع ده عشان يقدروا يشيلوا نفسهم من الضغط أو من السيطرة أو النفوذ اللي حطها أمريكا عليهم. بس كده بقى قلت لك.